في البداية سلام للجميع، سلام المسيح يكون معانا جميعا. الشاب رفعت ميخائيل تزوج ومات في أسبوع فقط، ومدينته تتشح بالسواد. اتشحت مدينة أرمنت الوابورات أحد مراكز محافظة الأقصر بالسواد حزنا على رحيل زينة شبابها رفعت ميخائيل الذي تزوج ومات في أسبوع واحد فقط. الأحد الماضي كان زفافه، وأمس الأحد كان رحيله عن الدنيا، في واقعة التي أطلق عليها أبناء الأقصر بأننا نعيش زمن الاختطاف. وبمجرد نشر خبر الوفاة تحولت صفحات ومجموعات الأقصر على التواصل الاجتماعي إلى سرادق عزاء كبير جدا، وتحدث كل شخص عن طيبة ووداعة رفعت ميخائيل. أما زوجته فالتزمت الصمت وسط حزن عميق جدا، فقد عاشت مع زوج لمدة أسبوع فقط، وتحول حلمها في حياة مستقرة إلى سراب. كارت الزفاف الخاص بيه كانت حنته يوم 3 فبراير 2024، وزفافه 4 فبراير 2024 بكاتدرائية الشهيد مرجرجس بأرمنت الوابورات. ووضع على عنوان الكارت جملة غريبة جدا: لو عايز تجاملنا لو في جهنم حجلنا. في مؤخرة الكارت كتب عليه: فرحتنا فرحة كل الناس، عشان ده مبدأ وأساس، وهتكون إن شاء الله دولية وتهز الكرة الأرضية على أرض إرمنتية. مش بضايقكم بالأخبار ديت ولا حاجة، لكن بفكركم وبفكر نفسي إن زمن الاختطاف. ما تقولش لسه بدري على إن أنا أقدم توبة. في لحظة عريس لسه متجوز الحد اللي فات، مات الحد دوت أسبوع، هنقول هو لسه صغير، لما نكبر شوية أأجل وأفضل أأجل، وفي لحظة تلاقي نفسك اتخطفت وواقف قدام رب المجد وملحقتش تقدم توبة. ربنا يرحمك يا ابني، ويعطي الأسرة كل الأحباب العزاء السماوي. آمين.